النصيحة الثالثة، ليه العميل ممكن ما يكونش بيشتري المنتج بتاعك؟ ببساطة هو مش صاحب القرار، هو مش الشخص اون تشارجز زي ما بنقول. يعني ببساطة تخيل معاك الآتي: انت محل لعب اطفال، فالطفل بيشوف اللعبة بتاعتك سواء على، لو انت محل على الارض، او بيشوفها حتى على الستور بتاعك، او بيشوفها حتى في صفحتك على الفيسبوك، ايا يكن المكان. بس هو مش الشخص اللي بيشتري، اللي بياخد القرار في عملية الشراء غالبا هي والدته او والده. فانت مركز مع الاعلانات بتاعتك او الميديا بتاعتك، او الشخص اللي انت بتكلمه هو الطفل، بتظهر قدامه في كل حتة على السوشيال ميديا، بس في الحقيقة ما بتظهرش للشخص اللي هياخد القرار في الشراء. فمهم جدا ان انت تبقى بتتواصل مع الاثنين، الشخص اللي عايز الحاجة، والشخص كمان اللي هياخد قرار شراء الحاجة ده، اللي هو في الحالة دي تبقى والدته في اغلب الاحوال. فانت موضوع الشخص اللي بياخد القرار ده مهم جدا. دي كانت النصيحة الثالثة، تابعنا عشان تعرف النصيحة الرابعة والخامسة إن شاء الله. شكرا لحضرتك.